النهاردة هنعمل مع بعض الجينجر بريد كوكيز بطريقة سهلة وبسيطة، وهقول لكم كمان ازاي تعملوا اسهل وصفة رويال ايسنج في ثواني. سايبالكوا كل المقادير بالتفاصيل تحت الفيديو. هنزل الزبدة والسكر البني، العسل، هرفعهم على النار. اول ما يسخنوا هزود عليهم التوابل، هقلب. بعدين هزود البيكنج صودا، هتلاقوا ان لونها فتح وابتدت تفور كده. هسيبها تبرد شوية وبعدين ازود البيض، الفانيلا، الملح، هقلب. بعدين هزود الدقيق وهعجن شوية لحد ما الدقيق بس يختفي. هقسم العجينة 3 أجزاء وهفردها بين ورق زبدة. هو ده السمك اللي احنا محتاجينه. هندخلها التلاجة نص ساعة قبل التشكيل. هنعمل بقى الرويال ايسنج. السكر البودرة، هزود عليه الليمون، الملح، الفانيلا، عسل الجلوكوز. هزود المية بالتدريج لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اقطع الكوكيز وارصهم على صينية مفروشة سيليكون. هدخلهم التلاجة نص ساعة قبل الفرن. بعدين يطلعوا على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. بياخدوا بالظبط 10 دقايق. حاولت النهاردة اختار اكتر افكار بسيطة نقدر نزين بيها الكوكيز تدينا شكل حلو من غير ما نكون محترفين ولا حاجة. واستنوا الفيديو الجاي عشان هنزل لكم كل افكار التزيين. جربوه بقى وقضوا يوم لذيذ مع الولاد، وبالهنا والشفا. بس كده.